بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رايحة نشارك معاكم اليوم وصفة البوراك بطريقة سهلة، راح يجيكم بنين بزاف. اول حاجة هنايا انا عندي مغلاة حطيت فيها الزيت، حطيت فيها عندي كمية من الفيونداشي، رابيت لها 2 حبات تاع الثوم، ضفت لها شوية كمون نصف ملعقة صغيرة، والملح نصف ملعقة، ولا فلفل اكحل. هنا بعد ما طابلي ضفت له زيتون مقطع رونديلات، وضفت شوية معدنوس. أنا عندي حبات تاع بطاطا بعد ما قشرتهم خليتهم في الماء والملح. راح نخلط كامل المكونات مع بعضها بهذا الشكل، وراح نعمرو بهم الأوراق تاع الديول. وهنا اللي حب يضيف الفرماج يضيف، أنا عندي فطار اللي ما ياكلش الفرماج، لهذا ما ضفتش فرماج في البداية. راح نديرهم بهذا الشكل تاع على شكل سيجار. جبت لكم 2 أنواع، شكل سيجار وشكل تاع المثلث. هذا الشكل سهل الاول. وهنايا اللي تخاف ما يتسكرلهاش تقدر دير خليط تاع الفرينه ونتاع الماء وتلصق به لشكل غراء. هذا هي الشكل الاول. نحطوا الحشو، نحطوا مرصو تاع الفرماج، ورايحين ندوروه بهذا الشكل. كما قلت لكم هنايا من الاحسن المبتدئات يلصقوه باه ما يتحلش معاهم مثلث كيما انا نعرف نحطهم على الجهه هذه اللي كنت سكرت منها، مش راح يتفتح لي في المقله. وهنا الشكل نفس الشكل مثلث بطريقه ثانيه راح يجيكم سهل. حنديروا الورقه تاعنا نقطعوها مستطيلات بهذا الشكل، وراح نديروا شكل المثلث نطووها على هذه الجهه، وراح نضيف هنا الحشو، راح نضيف له الفرماج بهذا الشكل، وراح ندوروه. هذه الطريقه اسهل من الطريقه الاولى بالنسبه للمبتدئات. وهنايا راح نلصقوه كما قلت لكم، ولا نديروه كما حنديرو انايا. ومن الاحسن للمبتدئات كما قلت لكم يلصقوه خير، يا بياض البيض يا اما يديروا الغراء تاع الفرينه والماء. وهنا تقدري اذا كنتي خادمه كونتيتي كبيره تحتفظي بها في المجمد. راح ديري بورت مونجي وديري بيناتها ورق الزبده باه ما يلصقولكش، وتجبدي العدد اللي تحوسي عليه على افراد العائله وتخليهم ديكونجلا وتقليهم. هنايا جا هايل وبنين يعجبهم كامل. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم نتوما ثاني، ولكم صحة فطوركم. سلام.